السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني، اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الآلة كهربائية اللي ضرورية ومهمة تكون في أي بيت في أي منزل. هاد الآلة اللي هي سونتريفيجوز، كيف ما كتشوفوا معايا راها آلة مهمة جدا ورائعة وصحية. كنطحنوا فيها الخضار والفواكه. أنا يوميا كنستعملها. هذه خضار وفواكه كنطحنها فيها، كتخرج لي غير لو جو ديال اي خضره واي فاكهه اللي هم بالطبع اللي فيهم الماء. كنستعملها يوميا، ومن النهار اللي بديت كنستعملها يعني نقص بزاف في الوزن، وما بقيتش كنكتسب الوزن الزائد نهائيا. ولو انني ما اكتشفتهاش بكري، ولكن معليش اكتشفتها من بعد المرض ديالي، ولكن ماشي مشكل. انا كنستعملها دابا يوميا وفادتني. كنعمل فيها الخضار اللي عندي والفواكه. وبغيت نشارك معكم هاد الفكره هذه باش نتوما تستافدوا منها. كنستعمل الخضر كيف ما شفتوا معايا، هذا خيزو، وكنستعمل تفاح. دابا درت خيزو تفاح والليمون الحامض، وكنستعمل واحد الحبه من الباربه او او حبه من الشمندر. كنستعملوا حبه من الشمندر، حبه من التفاح، حبتين من الجزر، وحبه من الليمون الحامض. وغادي نبداو ان شاء الله في الطحن. وفي نفس الوقت انا غادي نبقى نطحن وغنتكلم معكم على هذه الاله. دابا غادي نبداو نطحنوا ان شاء الله. واللي بغيت نقول لكم اخواتي انها راه مفيده بزاف، انا كنستعملها يوميا وصحيه، وهي وسيله باش كتعطي حتى لوليداتك الخضار والفواكه، لان الوليدات ما تيبغيوش ياخذوا الخضره. كيف ما كتشوفوا معايا راه كتخرج لو جو بزاف. انا كنعمل غير طريه فشوفوا لو جو اللي كيخرج في الكاس. كتعطيني لو جو بزاف ديال الباربه، ديال الخيزو، ديال الخيار. كنستعمل حتى الخيار، حتى لو جانجومبر، سكينجبير، الطري حتى هو. غير دابا راه ما كاينش عندي، معليش انا كنكتفي بالموجود. كنستعمل بعض المرات الكرافس حتى هما كنديرهم كيجيو مزيانين وصحيين. وهذا عصير يعني ما بقيتش كنستغنى عليه انايا تقريبا يوميا كنستعمله. وراه ثقوا بيا انه راه كيبان حتى على الوجه ديال الانسان ملي كيبقى يشرب هذا العصير يوميا. راه البشره ديالو كتنقى وكتصفى وكتولي فيها واحد اللون وردي وزوين بزاف. يعني ما تحتاجش نبقاو نديروا لي ماسك، خصنا ناكلوا هذا الشيء باش يعني يعطي المفعول ديالو على البشره ديالنا وعلى الشعر ديالنا وعلى الجسم ديالنا كامل. وكنصحكم بها راها زوينه بزاف. وكنتمنى انني نكون فدتكم بهذه الاله هذه وشرحت لكم ووضحت لكم. وكيف ما كتشوفوا ها هي راني ما غنديرش كاع هذا الشيء كله، وها هو الكاس قريب غادي يعمر ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا لو جو كيخرج بسرعه، بواحد السرعه فائقه كيخرج لو جو. وكاينه عندك هذه سونتريفيوجوز، وكاينه الاكستراكتور. غير الفرق بيناتهم ان الاكستراكتور شويه ثقيله، كتقيله في الطحين ديالها ثقيله، وسونتريفيوجوز لا دغيا. كيف ما كتشوفوا انا دابا كملت. كيف ما كتشوفوا دابا هو الكاس ديالنا ها هو يا عمار. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العصير ديالنا. غير هو ما خصناش نخليوه، خصنا غير اون فوا يطحن نشربوه، لان الا خليتي واحد 10 دقائق هكا ولا اكثر كيتبدل لي اللون ديالو. هذا كيعني انه تاكسد. سكيفي خصنا ملي نطحنوه نشربوه في البلاصه باش نستافدوا من الفوائد اللي فيه والفيتامينات اللي في الخضار وفي الفواكه. وكنتمنى من الله ان هذا العصير يكون نال اعجابكم وبالصحة والراحة. انا دابا غنشرب العصير ديالي غنفطر به ان شاء الله. بعد ما غنحركوه ها هو غنحركوه غادا نفطر به ان شاء الله، وبالصحة والراحة حتى ليكم نتوما ان شاء الله. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. وشكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وبحوله.